لفت نظري الاسبوع اللي فات برنامج النص الحلو. 3 مذيعات جميلات رشيقات حسنوات قرروا يستضيفوا ست حصلت على الخلع من جوزها وجابت تورته وكاتبه عليها هم ونزاع. انا حابه فكرتك جدا. اقول ولا ايه؟ اتفضلي. هي الجواز محتاج استقرار ومحتاج حاجات تانية، مقاومات تانية عشان ينجح، تمام؟ فما في ست بتحب يعني تنفصل او بتكون بقى ست لا يعني زي ما بيقولوا كده كارهه عيشتها او يعني متمرده على عيشتها، لا يعني كل الستات بما فيهم انا بنحب نكمل في جوازنا عادي. انا عايزه اقول حاجه، مش عارفه التورته مكتوب عليها ايه؟ هم ونزاع. هم ونزاع. اطلب لي حاجه بقى. واحد بيرة المرحومة. بس بصراحة اللي لفت نظري الرسالة الإعلامية. 4 ستات حاطين رجل على رجل، فول ميك اب، وفي شيف وراهم بيطبخ في الخلفية. يا ترى إيه الرسالة اللي ممكن توصل لي من كده؟ تعالوا نشوف تاني، يمكن أنا غلطان. من أشهر البرامج النسائية الستات ما يعرفوش يكذبوا، مش عارف ازاي بس عادي. المهم وانا بقلب في الفيديوهات لقيت الفيديو ده عبارة عن مداخلة تليفونية المتصلة، والنقاش مهم جدا. مختصين مذيعين بيحاولوا يحلوا المشكلة بشكل هادي. اتفضلي ياسمين تتكلمي تحكي لنا ايه الموضوع؟ الموضوع ان انا عندي 20 سنة. يا حبيبتي تمام سامعينك. بعرف شباب كتير قوي وبكلمهم في التليفون يعني، وبعمل حاجات معاهم يعني مش قادرة اوصفها هي ايه، حاجات وحشة كتير على النت صوت وصورة. اوكي، من 6 سنين كان عندك 14 سنة، ابتديتي تحبي اكتر من شخص من امتى؟ قطعني حته حته ورميني لاي قطه، انا كنت بحب ستة دلوقتي بحبك انت. انت دي مجنونة. برضه نفس السؤال، ايه اللي مقصود من الرسالة دي؟ عايزيني افهم ايه؟ ها؟ وفي نفس ذات البرنامج 5 ستات حطوا وسطهم الأستاذ تامر أمين واختلفوا اختلاف شرس جدا. هل الرقص مهنة محترمة أم مهنة محتكرة؟ دكتورة مريم، ترضي تشتغلي رقاصة؟ مش مهنتي. ترضي تشتغلي رقاصة؟ في دولة إيه؟ في دولة بتدي تصريح لمن يرغب بهذه المهنة. مفيدة أشجع منك لأنها أنا بشتغلش رقاصة لأني لا أملك مواصفات الراقصة اللي ينفع ترقص والناس تتفرج عليها. لا، البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. يمه المطهر نيجي بقى لنفسنا. نفسنا ده قصة كبيرة جدا، زيه زي باقي البرامج النسائية، بتتكلم عن الطلاق يا الخلع يا الخيانة المؤدية للطلاق. تعالوا نشوف الفيديو ده بيتناول بشكل كوميدي ازاي تعرف انها بتخون. ما بتنبسط من اي شيء لما اعملها، حتى لو كان حلو، حتى لو كان هي بتحبه. بتميل لحد تاني فاكيد مش هتهتم بيه، اكيد التليفون يعني مش مهتمه بالكلام معايا. ممكن مسجات على الموبايل غريبه، الاهتمام قل، حاول تخبي الموبايل مني. انت لازم تكون مسيطر، وفي بعض الاوقات وفي كل الاوقات انت اكيد مش مسيطر، فاللي هيحصل تضارب في العلاقه الزوجيه وكده هتفركشوا وتتطلقوا وهتبقوا زي الاستاذه هيدي كرم مطلقين. لا ينضرب بيك المثل. ومالي؟ ما هو احنا كده، هو مفيش غيري انا هو يعني واشمعنى انا كل شويه المتجوزه اللي بتكتب على الفيس السعيده التيتا ايه يعني؟ طب انت بتقولي ايه يعني؟ عليكي عشان متجوزه، انت بتقولي عليا عشان متطلقه؟ ما انت ما تعرفيش برضو نفسيتي منك، ما انا بقول عليك عشان متطلقه. كله كوم، والفيديو اللي جاي ده كوم تاني خالص. السؤال اللولبي، هي الناس بتخش على المواقع دي ليه؟ لعلمك في قناه بتجيب السكس في شكل دراما، شكل فيلم بقى. ده انت ملمه بالموضوع. طبعا. طب بتتفرجي؟ بجد؟ صريحه. بنتي يا شيماء، نعم يا اطلعي من دول. لا يا حبيبتي طالعه منهم وقاعده ومتربعه. عيب اللي انت بتقوليه ده. بذمتك ما بدحتش ولا موقع بقى. لا طبعا. ايه ده لا طبعا. ليه السؤال الاهم، انتوا ازاي بتتكلموا في المواقف دي عادي جدا كده؟ ده انا اتكسف اناقش الكلام ده مع اصحابي على القهوه. ما علينا.
في حته هتكلم فيها والرزق على الله. تيمور السبكي لما غلط في مصر كلها دلوقتي بيتحاكم. تعالوا نشوف الفيديو ده. للاسف ودي حقيقه ان بقى في ستات كتير جدا بتخون جوازاتها. هو المشكله بقى في موضوع خيانه الست ده ان هي دلوقتي بقت بتحكيه عادي. لا يعني صاحباتها الانتيم بيبقوا عارفين انها لا، متجوزه معقولة؟ اسماعيل وبيقعدوا وماشيه مع محمد. بجد الاحصائيات بتقول بجد لك في ست ممكن تروح تقول لصاحبتها ان انا هي واحده صاحبتي قولي لي الاحصائيات بتقول لك انه 40% فيما فوق من الستات النهارده في مصر بتخون جوازاتها، ودي احصائيات معموله، يعني مش كلام يعني كده اي كلام، لا احصائيات معموله انه 40% من الستات بتخون جوازاتها. وللاسف زي ما انتصار بتقول ان ما بقاش في خوف ولا حياء. هقول لك بقى احصائيه بقى. بص انا النهارده الصفحه عندي فيها رقم، أيوة. والرقم له مدلول. حضرتك النهارده انا اقدر اقول ان نسبه، علشان الستات بتتقمص بس، 30% من الستات عندهم استعداد للانحراف بس مش لاقيين اللي يشجعهم. كل الفيديوهات اللي شفناها في فقره برامج الستات عايزيننا نفهم منها ايه؟ احنا بنتجاوز كل حاجه. بالطريقه دي احنا بننشر جهل وعدم وعي بين الناس. اتمنى حضرتك قدام منك كلام عايز تقوله تقوم تعمل كده في بلدك ولا ايه؟ المره الجايه انا هشكي للشعب المصري منكم. وانا مصنع